السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا في الشتاء اللي احنا فيه ده مفيش احلى من شوية بسكوت بالبرتقال مع شاي بلبن. هنعمل النهاردة البسكوت التحفة ده بالسمنة مش بالزبدة. عايزة اقول لكم ناعم جدا وفي نفس الوقت مقرمش وريحته وطعمه تحفة. طريقته سهلة جدا، تعالوا نشوفوا هنعمله ازاي مع بعض. عندي هنا كوباية الا ربع من السمنة تكون ساقعة جدا طالعة من التلاجة. انا هنا بعد ما حطيتها في البولة حسيت ان هي ما كانتش ساقعة كويس من جوه، فدخلتها في التلاجة شوية كمان وبعد كده جبتها تاني. لو مش عايزة تستخدمي كوباية الا ربع كلهم سمنة ممكن تخلطي زيت على سمنة. حطيت عليهم نص كوباية من السكر البودرة، هضربهم مع بعض كويس لحد ما السمنة تكون عاملة زي الكريمة كده ويكون لونها فاتح. بأكد تاني السمنة ضروري تكون ساقعة جدا علشان تاخدي نتيجة كويسة. بعد ما بنوصل للشكل ده كده، بصوا شايفين عاملة ازاي، بضيف عليها بيضة واحدة والبيضة تكون بدرجة حرارة المطبخ. بحط عليها كمان شوية من الفانيليا وشوية من نكهة البرتقان ودي اختياري، لو انتي مش حابة البسكوت بالبرتقان هتستغني عنها. هرجع تاني اضربهم مع بعض، بس هنا بقى بضرب على سرعة هادية مش بعلي السرعة زي المرة الاولانية، مجرد بس ان انا اخلطهم مع بعض. وبعد كده بضيف عليهم معلقتين كبار من اللبن، وبرده اللبن يكون بدرجة حرارة المطبخ. ما حطيناش اي مكونات ساقعة خالص غير السمنة اللي حطيناها في الاول. دلوقتي بقى هشيل المضرب خالص وهبدأ ان انا احط المكونات الجافة، وهي عبارة عن كوبايتين الا ربع من الدقيق، ممكن استخدمهم كلهم وممكن لا. هحط عليهم رشة بسيطة من الملح وربع معلقة صغيرة من البيكنج باودر. حطيت كده كل الدقيق، سبت بس حوالي معلقة بره، على حسب بقى هشوف في الاخر اذا كنت هحتاجها ولا لا. طبعا ده بيفرق على حسب نوع الدقيق وحجم البيضة وحجم الكوباية اللي انتي معايرة بيها السمنة في الاول، هو ده اللي بيخلي نسبة الدقيق شوية تختلف ما بين حد للتاني. كده انا خلصت. هختبر بقى العجينة بايدي التانية النضيفة مش ايدي اللي كنت بعجن فيها. هشوفها كده الاقيها مش بتلزق وفي نفس الوقت طرية كده، خلاص انا مش محتاجة المعلقة دي. هجيب بقى كيس الحلواني احط فيه العجينة عندي. طبعا مشغلة الفرن على درجة حرارة 180 عشان ضروري البسكوت يدخل ويكون الفرن سخن كويس. حطيت الشكل اللي هو التقليدي بتاع البسكوت، وبدأت ان انا انزل كده، بينزل بمنتهى السهولة لان عايزة اقول لكم العجينة طرية جدا. حاولي تكوني سريعة وانتي شغالة فيها علشان العجينة ما تسخنش معاكي. عايزه اقول لك كمان لو انتي عامله اكتر من صينيه، خلي الصواني الزياده اللي هي لسه ما دخلتش الفرن حطيها في التلاجة على بال ما تيجي تدخليها الفرن. عايزين العجينه تفضل ساقعه علشان ما تخرجش السمنه اللي فيها وتفرش معانا. هنا كمان برضو عملت شكل مختلف، برضو طلع شكله حلو جدا. بلف كده العجينه زي دايره. طبعا تقدري بقى تعملي الاشكال اللي انتي عايزاها بس كلها بالكيس، لان العجينه دي عجينه بسكوت الكيس، ما تنفعش طبعا ان هي تتعمل بقطعات لانها هتكون طريه جدا. زي ما قلت لكم دخلته الفرن على درجة حرارة 180، ضروري الفرن يكون سخن كويس جدا قبل ما تدخلي البسكوت. وده كده شكله بعد ما طلع، ريحته وطعمه تحفة. اتمنى يكون عجبكم واستنوني في الوصفة اللي جاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.